السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. زعيم حزب الإسلام في الجزائر يرد على بن كيران بعد دعوته المغاربة للاستعداد للقتال. حذر المرشح الرئيسي السابق في الجزائر عبد القادر بورقرينة من استهتار بحديث شخصيات مغربية حول مواجهة الجزائر عسكريا، معتبرا أن الأمر جل له مخاوف حقيقية ولا يمكن الغفل عنها، وذلك في رد مباشر على تصريحات رئيس الحكومة المغرب السابق عبد الإله بن كيران. تولى بن قرينة وهو رئيس حركة البناء الوطني المشاركة في الحكومة رد على كلام بن كيران، وهما شخصيتان تعرفان بعضهما جيدا، حيث تتشاركان في انتماء للتيار الإسلامي المعتدل في الجزائر والمغرب. فقد كانت الحركة السياسية لكل منهما شقيقتين، وتتبادلان لقاءات وزيارات في الفترات السابقة قبل أن تتدهور العلاقات بين البلدين. وقال رئيس حركة البناء في التجمع لحزبه بقرينا في الجنوب الشرقي للجزائر في تعليقه على كلام بن كيران: نتعجب من رئيس حزب يدعي أنه إسلامي مغربي يدعو للجهاد ويدعو المغاربة لتجهيز للحرب الذي سيخوضونها ضد الشعب الجزائري والسيادة الجزائرية والأراضي الجزائرية، مستشهدا بالآية الكريمة: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ويقول لمناضليه وعموم الشعب المغربي: إن عليكم أن تتجهزوا حتى تموتون أو تميتون شعب جزائري. وأبرز بوقرين مخاطبا مناضليه: لذلك أقول لكم إن الأمر جدي وليس مزاحا أو تخويفا، معتبرا أن تحالف النظام المغربي يجعلنا نتوقع منهم دائما الغضب.